نعمل ايه في الفترات الصعبة؟ طبيعي ان كلنا بتعدي علينا فترات صعبة جدا، وساعات كمان بنحس انها مش هتخلص. لكن لازم تفتكر ان مع العسر يسر، وده كلام ربنا ووعده لينا. فكل اللي انت تقدر تعمله في الفترات الصعبة دي ان انت تصبر، تتقبل حزنك ومشاعرك السلبية، ترضى بقضاء ربنا، وتزود من الذكر والدعاء كتير بالفرج. ما تفكرش كتير ازاي هتتحل وازاي وهنعمل ايه، لكن ادعي ربنا كتير وهو ليه طرقه. ما تضغطش على نفسك، ما تلومهاش كتير وتأنبها، علشان دي سنة الحياة، حبة كويسين وحبة مش كويسين. فطبيعي ان احنا عاديين جدا ان احنا نحس بالاحباط والغضب والاكتئاب، ومش لازم نحمل نفسنا فوق طاقتها. ونحاول دايما نبان كويسين ومتماسكين وقويين، ونرفض فكرة ان ازاي انا اقع او ازاي انا اعاني او ازاي انا اكتئب. طلعوا صدقات كتير يا جماعة بنية الفرج وزوال الهم، بتفرق كتير جدا. واخر حاجة، اعرف ان ربنا بيحبك، ومش معنى ان هو حطك في اختبار صعب ان هو مبيحبكش ابدا. هو بس لقانا بعدنا عنه شوية، فحب يسمع صوتنا بالدعاء وبالذكر، وحب يحس بتوكلنا عليه وثقتنا فيه. ثقوا في الله، وكل حاجة بتعدي، وما تيأس أبدا من رحمة ربنا.